الضباب غطى منصة بترول في بحر الشمال، وده خلى بعض الناس تتصرف بطريقة غريبة، وبعدها اكتشفوا ان الضباب ده مليان جراثيم خطيرة بتصيب الموظفين وتخليهم يتصرفوا بالشكل ده، بل وبتل بعضهم كمان. الجراثيم دي طفيلية، واللي بعتها هو السلف، اقدم كائن حي على وش الارض واللي الحفر ايقظه. شركة البترول كانت عارفة بالمشكلة دي من زمان، بس كانت مخبيها عن الناس لان السلف تسبب في انهيار ارضي تحت المية، واضطر الفريق كله يجي بطيارات في تسونامي وقع المنصة وهم في طريقهم للمكان الجديد. حتى الهليكوبتر ما قدرتش تروح للبر الرئيسي لانه اتعرض لموجه برضه. لما وصلوا للمنصه الجديده في القطب الشمالي اتحط الموظفين في عزله ما عدا فولمر وكات اللي اتبعتوا الخليج مد لاحتماليه اصابتهم بالعدوى. فولمر بدا تجيله كوابيس عن السلف وكان حاسس بغضب رهيب، وده معناه انه عايز ينتقم من البشر. الناجين اللي في العزل كانوا بيتابعوا الاخبار واكتشفوا ان التسونامي دمر مدن ساحليه كتير في اوروبا. في الاخر كوتش طلع باعلان مهم، قال لهم انهم يقدروا يرجعوا بيوتهم بطياره هليكوبتر، وكمان هياخدوا تعويض 200 الف يورو، بس بشرط ما يتكلموش عن اللي حصل في المنصه، ولو رفضوا التوقيع مش هيقدروا يمشوا. ماجنوس وروز خرجوا من العزل واتبلغوا منهم لازم يفضلوا لانهم كانوا مسؤولين عن المنصه اللي وقعت والشركه عايزاهم هنا. فجاه الرئيس التنفيذي مورجان وصلت ووضحت لهم ان المنصه دي في الحقيقه منجم. الشركه كانت عايزه تنقب في قاع البحر، بس التكنولوجيا ما كانتش متاحه لحد دلوقتي. هدفهم يلاقوا معادن نادره تساعد في تطوير تكنولوجيا الطاقه المتجدده. روز كانت شايفه ان ده خطر على الارض، لكن مورجان اكدت لها ان النزول للعمق ده امن من التعدين العادي. المشكله الوحيده كانت التواصل مع السلف. شغل مورجان تسجيل لفريق اختفى بعد ما لقوا السلف تحت الجليد. الفريق كان في منطقه جبال وسط المحيط الاطلسي على منحدر شديد معروف باسم السهل السحيق على عمق 4500 متر. الانهيار الارضي قطع الحبل السري، والفريق دلوقتي فاضل له ساعتين اكسجين بس. الشركه عرفت مكانهم وعايزين ماجنوس وروز يساعدوا في انقاذهم. روز احتجت وقالت ان الشركه كانت هتسيبهم يموتوا على المنصه الثانيه، ودلوقتي فجاه بقى عندهم اهميه. مورجان قالت لها انها ما كانتش عارفه بالتسونامي غير لما بقى متاخر قوي، بس روز ما كانتش مصدقاها لان كوتش كان عارف عن السلف. مورجان حاولت تقنعها انها بتحاول تحول الشركه لطاقه نظيفه، بس مجلس الاداره بيعطلها وبيخفي عنها حاجات. لو روز عايزه تتعامل مع السلف بالطريقه الصحيحه، التعاون مع مورجان هو الحل الوحيد. وافقت روز بشرط انهم يخرجوا فولمر وكات من العزل. اغلب الموظفين وقعوا العقد واتسمح لهم يمشوا، لكن في مجموعه صغيره فضلت عشان مش عايزين الشركه تتحكم في اللي يقدروا يقولوه. ماجنوس جمع الفريق وقال لهم ان روز هي المسؤوله عن المنصه دلوقتي، وجندهم لمهمه الانقاذ. خدهم لاسانسير نزلهم لمنشاه تحت الارض، وكلهم انبهروا بالمعدات المتطوره هناك. في نفس الوقت مورجان حاولت تقنع كات انها تمضي العقد، وقالت لها انها مش مفروض تكون هنا وهي حامل، ووعدتها تساعدها تلاقي جوزها اللي مختفي. كات ترددت لان العقد مليان كذب، زي انه بيقول انها ما اتاذتش في اللي حصل. في الاخر هي وهاتون اللي كان متمرد مضوا العقد. مورجان جمعتهم مع باقي الناجين اللي وقعوا العقد عشان يركبوا الطياره ويمشوا. الفريق المفقود كان فاضل له ساعه وربع بس من الاكسجين، فلازم يسرعوا شويه. الفني كايل حذرهم ان الميه هناك بارده جدا، ممكن تسبب لهم صدمه سقعه لو لمسوها. في الوقت ده هيزر كانت بتلف في المنشاه وبتدور لحد ما وصلت لمختبر غريب، وهناك قابلت اوسكيل كبير العلماء. وظيفته كانت دراسه معادن عن قاع البحر، لكنه كان مهتم اكتر بالسلف، وده واضح من الجرار اللي فيه عينات غريبه. روز اختارت استر وكايل ينضموا للمهمه دي. الركاب طلعوا المركبه، فاضل 50 دقيقه بداوا التحرك. الدنيا كانت ضلمه قوي والاضواء مش موصله لبعيد، فمشيوا ببطء. بعد ما فاضل ربع ساعه بس لقوا اخيرا حطام مركبه الفريق المفقود، وده معناه انهم كلهم ماتوا. كايل واستر كانوا عايزين يشوفوا اللي حصل، لكن ماجنس كان شايف ان ده خطر لانه ممكن يتعرضوا لهجوم. كوتش كان معترض وعايز يرجع الجثث، وده خلى نقاش يسخن بينهم، لكن كايل تجاهل الجدال وقرر يلبس بدلته العسكريه وينزل لوحده. بدا يفحص المركبه بس ما قدرش يحدد ايه اللي عمل الاضرار دي. بعد شويه لقى الجثث وسجل المهمه في الوقت ده. الفريق كان قلقان لان الوقت كان بيعدي من غير ما يسمعوا اي اخبار، لكن في الاخر كايل واستر طمنوهم انهم جمعوا كل حاجه وانهم راجعين. في نفس الوقت ده هيزر وهارش راحوا يدوروا على سكول عشان يقولوا له الاخبار، لكن اكتشفوا ان عينات الجراثيم بدات تتكاثر بسرعه، وده معناه ان في حاجه بتحفز السلف. فضلوا يجروا عشان يحذروا الباقيين، بس محدش خد كلامهم بجديه. فجاه ظهرت الجراثيم جنب المركبه. استر حاول يزود السرعه، لكن الجراثيم حصرت المركبه وبدات تجمدها، وبعدها هجمتها وخربت كتير من انظمتها. لما الفريق حاول يسحب المركبه جوه المنشاه، الجراثيم قطعت السلك وعملت ماس كهربائي. بقيه الفريق فقدوا الرؤيه وبقوا قاعدين جوه المركبه، لكن بعد شويه الازاز بدا يتشقق. كايل زق استر على الكبسوله الجانبيه وشغل نبضه سونار اللي خلت الجراثيم تهرب على طول. الدوشه كانت بتسبب الم لفولمر لانه كان بيحس اكتر بالسلف، وظهر له مشهد تاني غريب. دلوقتي الفريق قدر يستعمل الراديو تاني وتاكد ان كايل واستر بخير، لكن الازاز المتشقق ممكن ينهار في اي لحظه. مفيش مركبه تانيه لانقاذهم، فكوخ قرر يحرك المنصه ناحيتهم. الخطه كانت انهم يحطوا متفجرات تكسر التلج ده عشان يسمحوا للمنصه بالحركه. ماجنوس، بريمنر، فولمر لبسوا بدل الغطس وخرجوا بره المنشاه بالمتفجرات، وبدا كوخ في انزال المنصه على التلج. ثلاثه بسرعه اشتغلوا عشان يثبتوا القنابل، وكل نقطه كان بيتم تحديدها بعلم صغير.
فولمر، لكن المشكله ان التلج كان هش وفولمر حس انه بيبدا يتشقق. كان في صوت ميه وبريمنر فكر ان الامواج اللي بتنتج من حركه المنصه بتكسر التلج من تحت. ماجنوس كان مصر انه يكمل فجري بسرعه على التلج عشان يوصل لفولمر. بريمنر كان مرعوب وماشي ببطء وفجاه التلج اتكسر تحته ووقع في حفره. فولمر وماجنوس زحفوا على الجليد عشان ينقذوه ومسكوا ايديه قبل ما يغرق. المفجر وقع في الميه فماجنوس اضطر ينزل يجيبه وده سبب حروق في ايده. في الاخر طلعوا بريمنر بسلام وكملوا تركيب المتفجرات. لما كل حاجه بقت جاهزه روز امرت بتفجير القنابل وده فتح مساحه كبيره من التلج زي ما كانوا مخططين. المنصه شغلت الدفع واتحركت بسهوله وبعد شويه المركبتين الجوالتين تم انقاذهم وكل الجثث اتسحبت من الحطام. كايل واستر كانوا كويسين لكن كايل خبى سجل المهمه. ماجنوس حاول يتقرب منه لكن كايل كان مش بيثق فيه. في نفس الوقت فولمر كان لسه بيعاني من رؤيه غريبه. على الناحيه الثانيه مورجان طلب من كات وهوتون يعملوا مهمه اخيره قبل ما يرجعوا البيت. وصلوا لمركز اخلاء الضحايا، المكان اللي بيترسل له الناجين من المدن اللي اتدمرت. كات كانت عايزه تدور على جوزها لكن مورجان اجبرها هي وهوتون انهم يحضروا مؤتمر صحفي الاول في منصه الحفر. روز كانت محبطه لانها دورت في النظام على اي معلومات عن السلف لكنها ما لقتش حاجه وده معناه ان كوتش مخبيها. في نفس الوقت ده كوتش هو كمان بيدور في النظام على سجل مهمه المركبه لكنه لقى البيانات تالفه. روز وماجنس ظهروا وواجهوه عشان اللي بيعملوه في الارض لانه هينتهي بكارثه لكن كوتش كان شايف ان ده هيخلي البشريه تقدر تعيش. فجاه بدا المؤتمر الصحفي والفريق اتصدم لما شاف كات بتقرا الاكاذيب اللي كتبتها الشركه. كانت المفروض تدي الناس امل لكن ماجنس وفريقه حسوا انها خانتهم. روز حاولت تبرر وقالت ان مورجان بيحاول يحمي مشروع الطاقه النظيفه من اداره الشركه لكن ماجنس قال لها ان مورجان ممكن بيقول اللي هي عايزاه تسمعه بس عشان تضمن انها تفضل في المنصه وما تنشرش اي معلومات سريه. بعد المؤتمر كات راح تدور على جوزها بمساعده هوتون. كان في مئات المصابين ومفيش اي سجل ليهم. دكتور في مركز الاخلاء قال لها تروح عند البوابه اللي الناس كانوا معلقين فيها يفط باسماء الناس اللي بيدوروا عليهم. في الاخر كات انهارت وقعت في نوبه بكاء وهوتون حاول يواسيها باي شكل. في المنصه هيزر اتصلت باستر وهارش ووريتهم فيديو من المكان اللي لقوا فيه المركبه المحطمه. مفيش اي دليل على ان كان في تعدين هناك وده معناه ان كان في سبب تاني لارسال المركبه للمنطقه دي. بريمنر طلب من كايل سجل المهمه لكن كايل حلف ان هو ما معهوش. روز كانت بتحاول تتواصل مع مورجان لكنها كانت بتتجاهل مكالمتها. لما فولمر سالها عن حالها هجمته واتهمته انه كان مخبي علاقته بالسلف. الموضوع قلب بخناقه فطردته روز. بعد كده هيزر اتصلت بماجنس قالت له على اللي اكتشفته فطلب من فريقه يدوروا على كل الموظفين عشان يعملوا معاهم اجتماع مهم. كايل سمع الكلام ده واستخبى على طول. لما هيزر وصلت المعمل تدور على سكايل لقت كوخ بيزعله عشان بيتعامل مع الطاقم. حاولت تتدخل لكن كوخ رفض يسمعها ومشي. بعد كده جمع سكايل الكل في المعمل عشان يقول لهم تفاصيل اكتر. السلف ده شبكه حيه قديمه منتشره في قاع البحر وده اللي سكايل اكده بعد ما حل العينات من المنصتين. ده معناه ان السلف جواه حاجه متصل بالكوكب كله وكأن الطبيعه بتحاول تحارب التعدين. رايحه تدور على الترياق الصح عشان يحقنوها بالسم ويموتوا السلف وده معناه انه كان بيهاجم عشان يدافع عن نفسه من الاول. كوخ وبريمنر كانوا سامعين كل ده من الكاميرات المراقبه وقرروا انهم لازم يتخلصوا من فولمر عشان غالبا اتصاله بالسلف بيبعت له معلومات. في نفس الوقت كايل كان بيبص على بيانات سجل المهمه ولقى مشروع اسمه سيرين واضح انه في المرحله الثانيه. السجل كمان كان بياكد الموقع فكايل فهم ان كوتش كان عارف بالمخاطر من الاول لما بعت زمايله للمركبه الجواله. بعد شويه عينات الجراثيم بدات تضيء جوه المعمل لكن روز كانت في نص كابوس. في الوقت ده فولمر كان بيقارن بين تسجيلات المركبه الجواله اللي ضاعت وبين تسجيلات استرز. صوت السلف كان عامل له صداع ورؤيه غريبه لحد ما فقد الوعي. الفريق جري عليه ونقله لغرفه الطوارئ بسرعه. الدكتور عمل له فحص سريع بس ما لقاش حاجه. بعد ما الكل خرج فولمر قال لروز انه كان سامع الصوت في دماغه وكانها اصوات كتير فوق بعضها. روز شكت انها ممكن تكون رساله وقالت لازم يحللوها بس فولمر رفض يعيد الالم ده تاني. في مركز المصابين هوتون وكات ما قدروش يلاقوا جثث كات بين اللاجئين. كات قررت تدخل الخيمه اللي فيها الجثث المجهوله بس لحسن الحظ ما لقيتوش هناك برضه وده معناه انه لسه ما انقذوهوش. بعد كده كات استخدمت خبرتها كممرضه عشان تساعد الناجين وهوتون لقى مرات واحد من زمايله اللي مات في الحادث وراح يديها شويه خطابات كان لقاها في اوضته. حس انه عاجز قدامها لانها كانت بتدور على اجابات وهو مش قادر يقول لها اي حاجه. في المنصه هارش قدر يفك تشفير ملفات النظام وعرض اللي لقاه على ماجنس وروز. التعدين في قاع المحيط طلع اكبر بكتير من اللي كانوا فاكرينه. مش مجرد موقع تعدين واحد دي منطقه كامله. الشركه بتحاول تستولي على اكبر عدد ممكن من الحقوق عشان تحتكر الموارد. لما السلف يجيب نهايه العالم روز لسه مقتنع ان مورجان بيحاول يمنع ده بس ماجنوس وهارش شايفين انها سذاجه. في نفس الوقت مورجان كانت بتتكلم مع داريان واحد من المستثمرين الكبار في الشركه. حذرها ان المجلس بيراقبها وانها لازم تبقى حذره اكتر وتضمن ان مفيش مشاكل تانية تحصل. ده معناه انها متورطه في المؤامره بس برضه عندها مخاوف من خطه القطب الشمالي. كوخ راح لفولمر في غرفه العلاج وقال له على الموظفين اللي فقدوهم لما قابلوا السلف لاول مره. كان فاكر انه يقدر يطلع الكائن الحي من فولمر بمصل كان شغال عليه من اول هجوم. كمان لمح له ان اتصاله بالسلف بيخليه خطر على كل المهمه. بريمنر كان بيدور في حاجات كايل على جذع الشجره
الإشارة، بس إستر شافه وهو متلبس. سأل بريمنر بغضب أما كان كايل، بس إستر ما نطقش فساب المكان. بعدين راح بريمنر قال لكوخ إنه فشل، فكوخ عرض على فولمر صفقة كده هياخدوا الدواء لو سرق الجزء من كايل. في الوقت ده إستر كان بيكلم كايل وقال له عن بريمنر. كايل بالمقابل حكى له عن أخوه اللي فقده وإنه غاضب من كوتش لأنه بعت الطاقم لموتهم وهو عارف بالمخاطر. في طريق رجوعه قابل إستر فولمر، ولأنه كان واثق فيه قال له على مكان كايل. ولما فولمر بيروح له كايل كان شاكك على طول وفهم إن فولمر عايز الجزء، فهدده إنه هيكسره. فولمر وعده إنه عايز الجزء بس عشان يوقعهم، فكايل قرر يديهوله. وهو ماشي بريمنر فجأة هجم على كايل وحاول يخنقه. كوتش كان مطفي الكاميرات عشان كده كايل قاوم واغمى عليه، بس كان بيعمل كده عشان يشغل بريمنر. بعدين كايل ضرب بريمنر جامد وخرج من الأوضة وكسر القفل عشان يسيب بريمنر محبوس جوه. في غرفة التحكم هيزر وهارش كانوا مشغلين صوت من تسجيلات المركبة الجوالة، نفس الصوت اللي كان مسبب لفولمر إغماء. سكايل استنتج إن السلف هو اللي بيتكلم، بس قال لازم يكونوا حذرين في الرد لأنه كيان غريب ممكن ما يفهمش رسالة من البشر بنفس الطريقة. فولمر أخذ السجل الكوتش ولاحظ إن في قسم للأسلحة، حاول يسرق واحدة بس وقتها كوتش كان بيبص على اللي جوه السجل. اتضح إن كايل لعب عليه واداله سلاح مزيف، فكوخ اتجنن ومسك سلاح حقيقي وهو غضبان راح يكمل بحث عنه، وأول ما لقاه هجم عليه على طول. بس كايل دافع عن نفسه وبدأت الخناقة. في الأول كايل كان باين عليه إنه متفوق، لكن كوخ قدر يتغلب عليه ويوقعه على الأرض وبدأ يخنقه. فولمر كان بيتفرج على الخناقة من كاميرات المراقبة، وكايل استغل اللحظة وزق كوخ بعيد، طلع سكينة وقطع له دراعه. في اللحظة دي هارش دخل الأوضة وكوخ اتشدد، فكايل طعنه في رقبة كوخ وهو بيموت وقع في المايه المتجمدة. بعدها الفريق كله ربط كايل. ماجنوس وروز سألوه عن تفسير بس كايل رفض إنه يتكلم. بعدها استوعبوا بريمنر اللي كان بيتفرج على تسجيلات الخناقة، سألوه ليه اضطروه يخرجوه من الأوضة المقفولة، فقال لهم إنه بس كان عايز يتكلم مع كايل. لكن كايل فجأة بقى عنيف. كمان قال لهم إن فولمر كان عنده اتفاق مع كوكاكولا لكنه رفض يوضح أكتر. روز جريت تدور على فولمر واتعصبت لما عرفت بموضوع المصل. كانت فاكرة إن فولمر هو عملهم الوحيد في التواصل مع السلف، لكنه قال لها إنه بيعاني على طول وإن الارتباط بالسلف ممكن يقتله. كمان قال إنه في الآخر ما خدش المصل، وخطته كانت إنه يجيب السجل لروز لأن السجل فيه موقع السلف. فولمر كان زهق من زعيق روز عليه فسابها ومشي. ماجنس كلم مورجان عشان يبلغها بالجريمة، فقالت له يستنى التعليمات لأنها لازم تتعامل مع السلطات. روز راحت تقول لماجنس على موضوع السجل، وفي نفس الوقت بريمنر كلم دارين عشان يقول لها إن كوخ مات. دارين راح فورا لمورجان واتصدمت لما عرفت إنه عارف، وهزقها لأنها ما قالتش للمجلس. دارين كان عايز يخبي كل حاجة قبل ما الصحافة أو السلطات تعرف ويفضل الموضوع سري ويتجنب أي تحقيق. في مركز الطوارئ كانت لسه بتساعد الدكاترة في نقل الناجين، لكن كانت محبطة لما واحد من رجال الإنقاذ قال لها إنهم هيوقفوا البحث قريب لأن المستشفيات مليانة ومفيش موارد كافية. هوتون حاول يهديها لما بدأت تنهار نفسيا، وقرروا هما الاتنين إنهم لازم يبطلوا يداروا عن الشركة. راحوا للصحفية إيما وقالوا لها الحقيقة كاملة. إيما صدقتهم لكنها قالت إنها مش هتنشر القصة غير لما يكون عندها أدلة. في نفس الوقت ده اسكو كان بيكمل تحليل الإشارة، وماجنوس استجوب كايل تاني. كايل كان متضايق جدا وبدأ يزعق وقال إن كوخ كان بيضحي بناس كتير عشان خطته وكان مستعد يضحي بأكتر، فعشان كده قتله عشان يمنع الوفيات. قال كمان إن التسونامي اللي حصل كان غلطة كوخ وإن المعلومات اللي في السجل ده ممكن تسبب كوارث أكتر، لكن ماجنس ما كانش مقتنع تماما. بعدها رجع ماجنس المكتب مع روز وبريمنر وجات لهم مكالمة من مورجان اللي قالت لهم إن الهليكوبتر هتاخد جثة كوخ ومش عايزة أي كلام في الموضوع ده تاني. ماجنس قال إن ده مجرد حادث شغل وده خلى روز تتعصب. مورجان طنشت وقفلت سكة في وشه. أخيرا روز وماجنس اتفقوا إن مورجان ضدهم وطلبوا من بريمنر يفتح أجهزة الاتصال اللي مقفولة، لكنه رفض وقال إنه خايف من الشركة. بعد كده روز راحت لفولمر تعتذر له وتطلب مساعدته لكنه رفض برضه. ماجنس حاول يتكلم مع استر عشان يعرف أي حاجة عن كايل، وفي نفس الوقت بعد أفراد الطاقم كانوا بيتكلموا بره واتصدموا لما اكتشفوا إن الجليد بيتشقق. استدعوا ماجنس وأوسكار قال إن حركة المنصة عملت ضغط على الجليد وكشفت أجزاء كانت مخفية. قال كمان إن المنطقة دي ما فيهاش أي تلوث فممكن يكون ده هو السلف، وسأل لو يقدر يحقق في الموضوع لكن ماجنس رفض بسبب العاصفة. لكن روز كانت شايفة إن دي فرصتهم الوحيدة للإجابات. بعد ما ماجنس هزق روز على رغبتها في تعريض ناس تانية للخطر قرر يسيب كايل حر، بس بسبب اللي عرفوا عن عيلته من استر قال له كمان ان الشركه مش هتقبض عليه، فاما يفضل ساكت او يشارك السجل عشان يجمعوا المعلومات مع بعض. في نفس الوقت دارين قالت لمورجان ان مجلس الاداره اجتمع من غيرها وقرروا يشيلوها من منصبها بعد ما الازمه دي تخلص. دارين هتمسك العمليات وده يشمل اتمام الصفقه اللي مورجان كانت شغاله عليها للقطب الشمالي. مورجان هددت انها تكشف كل المعلومات لكن دارين قالت لها ان الشركه هتدمر سمعتها ومش هتلاقي شغل في مكان تاني. في منصه الحفر استدعوا ماجنس لغرفه التحكم لان اسكال خرج يشوف في التلج الغريب ده. ماجنس حاول يكلم
بيكلمه بالراديو عشان يرجع، لكن اسكال ما كانش بيرد، فقرر يروح ينقذه بنفسه. هيزر تطوعت تحميه من الدببه لانها شاطره في الرمايه. ركبوا العربيه، استخدموا بوصله رقميه عشان يحددوا الاتجاه لان الرؤيه كانت سيئه جدا بسبب العاصفه. لسه واخدين بالهم ان شقوق التلج بتوسع. في الوقت ده فولمر بيتكلم مع بريمنر وبيقول له انه خد المصل عشان يبطل يحس بالسلف، عايز يخرج ومستعد يعمل صفقه، بس بريمنر محتاج وقت يفكر. بعد شويه بريمنر بيجيله مكالمه من داريان، بيعرض عليه يشتغل معاه وبيوعده بمكافاه محترمه وحمايه بره. الفريق بيلاقي اسكال بياخد عينات في خيمه وبيجرب جهاز صغير. المفروض المنطقه دي مش ملوثه، بس الاختبارات طلعت انها ملوثه فعلا، وده معناه ان مشروع الحفر هو السبب. لو ما وقفوش الموضوع التلوث هينتشر لكل المحيطات العالم. العاصفه بتزيد والتلج بقى مش ثابت، فالفريق اقنع اسكال يرجع. ركبوا العربيه بس الرؤيه بقت اصعب، البوصله وقفت عن الشغل، حاولوا بس برضه ما اشتغلتش. العربيه تاهت فطلبوا مساعده من المنصه، استخدموا الجي بي اس واللي كانوا هناك ولعوا الاضواء عشان يرشدوهم للمكان، بس العاصفه كانت قويه والاضواء مش باينه كويس. في المعمل روز لاحظت ان الجراثيم بدات تتحرك، فطلعت بسرعه لغرفه الاتصال وقالت لهم ان السلف هاجم. فجاه الجراثيم قربت والجليد بدا يتكسر تحتهم. ماجنس زود سرعه العربيه عشان يهربوا واضطر يعمل مناورات مجنونه عشان يتفادى الشقوق اللي بتظهر عليهم. بعد شويه قدروا يشوفوا الاضواء، بس لما لفوا في الاتجاه ده كتله تلج ضخمه طلعت وسدت الطريق. لحسن الحظ ماجنس وقف العربيه في الوقت المناسب. شافوا الجراثيم متجمعه تحت التلج، فاسكو نزل من العربيه وغمس السماعات في الميه وشغل اشاره السلف. لما الجراثيم سمعت الاشاره راحت بعيد واختفت، بس الفريق سمع صوت غريب طالع من الميه. دلوقتي الطريق بقى امن ليهم عشان يكملوا. بالليل ايما قابلت كات وهوتون وقالت لهم ان نداء الاستغاثه اللي اتبعت من المنصه قبل التسونامي مسح من كل السجلات. وفجاه دكتور جه وقال لكات انهم لقوا جوزها حالته خطيره بس مستقره، حتى انه عارفها. فكات انهارت وبكت، بس مفيش امل كبير لان المستشفيات مليانه وهو محتاج رعايه احسن. في المنصه كايل قال لروزي انه هيوريها كل حاجه عن السجل بما فيهم طياره درون مصممه عشان تدمر السلف. فجاه بريمنر دخل عليهم وهددهم بمسدس، وهاريس شافه على كاميرات الامنيه. بريمنر ضرب نار على الكاميرا. فولمر سمع الصوت وبص من الشباك وشاف اللي بيحصل، فبدا يتحرك بحذر. هاريس كلم استر وحذره وهو بيدور على التسجيلات من زاويه تانية. فولمر انضم لهاريس بسرعه وبداوا يدوروا على اسلحه، لكن اكتشفوا ان بريمنر استولى عليهم كلهم. روز حاولت تتفاوض مع بريمنر بس هو مصر انه يكون مع الجانب الكسبان وعايز السجل. في نفس الوقت دارين كان بيحاول يتواصل معاه بس من غير فايده. مورجان لقت ان كل صلاحياتها اتلغت من النظام. فجاه هاتون اقتحم الاوضه وزق دارين بعيد عشان يوصل لمورجان وهاجمها عشان مسحت نداء الاستغاثه وامرها تشوف بنفسها اللي حصل بسببها. مورجان شافت الاوضاع المأساويه في الخيام فاتصلت تطلب مساعده. بعد كام ساعه وصل اطباء بامدادات طبيه لمساعده زوج كات. مورجان لسه حاسه بالذنب فادت لكات فلاشه فيها ادله تدين الشركه. دلوقتي لازم تهرب بطياره هليكوبتر قبل ما دارين تمسكها، وهاتون هيروح معاها. في المنصه ماجنس وفريقه وصلوا واستر قال لهم اللي بيحصل وهم بيحاولوا يخططوا. بريمنر كان هيضرب على روز نار، فكايل وافق يوريه مكان السجل في المعمل، بس بريمنر شك فاستخدم الميكروفونات وامر كل الطاقم بالاخلاء لوحده الغطس. وهم بيتحركوا ماجنس استغل الفرصه وراح وسط الناس وخد مسدس من هيتزر. دخل غرفه الامن وخطط مع الفريق، وهاريش كان بيراقب تحركات بريمنر بالكاميرات. في المنطقه اللي بيبحثوا فيها سكايل وهيزر كانوا بيجربوا الجراثيم من غير ما يعرفوا اللي بيحصل في المنصه. سكايل حط ميكروفون في برطمان العينات وشغل اشاره السلف، فالجراثيم بدات تتحرك بنمط غريب واضح انها كانت متألمه، فاستنتجوا ان الاشاره مش غضب لكنها استغاثه. في الوقت ده كايل خد بريمنر وروز للمعمل، ولما طلعوا السلم روز مسكت طفايه حقيق وضربته بيها، وقع على الارض وفرغت الطفايه في وشه عشان تشتته وبعدها رمتها عليه. بعدها فعلت انذار الفيضان وهربت مع كايل. نظام الطوارئ قفل كل الابواب، سابوا ماجنس وفولمر في مستوى تاني. هاريش بيستخدم الكاميرات عشان يدلهم على ممر مختلف يقدروا يعدوا منه. بريمنر بيتعافى بسرعه وبيعدي الباب اللي جنب السلم قبل ما يقفل. روز وكايل اتحبسوا جوه المعمل، وساعتها كايل اعترف انه كذب بخصوص وجود السجل هنا وانه في الحقيقه موجود في غرفه معالجه الخام. بريمنر بيلاقي صندوق طاقه وبيقطع الكهرباء عن كل المنشاه ما عدا بروتوكولات الطوارئ. فولمر بيقطع شويه اسلاك جنب الباب وبيفتحه، فدلوقتي هو وماجنس يقدروا يكملوا طريقهم. في ممر تاني بيلاقوا لوحه مكسوره فبيعرفوا ان بريمنر لازم يكون قريب من هنا. في المعمل كايل وروز بيلاحظوا ان التدفئه وقفت كمان، فلو محدش انقذهم بسرعه هيموتوا من البرد. بيستخبوا لما بيسمعوا بريمنر عند الباب، بيحاول يفتحه بس من غير فايده. فجاه بريمنر كمان بيسمع صوت وبيجري يستخبى. فولمر وماجنس بيوصلوا للمعمل وفولمر بيخرب لوحه تانية عشان يفتح الباب. الفريق كله بيتجمع من جديد عشان يلاقوا السجل، وبريمنر بيسمع الحوار وبيتفقوا يروحوا غرفه المعالجه. بعد مشوار قصير بيوصلوا للمكان الصح، وكايل بياخد السجل من مكانه وهو بيسلمه الروز. فجاه الكهرباء بترجع، بعدها بيتحركوا ناحيه وحده الغواصه، لكن هناك بيلاقوا بريمنر ماسك هاريش رهينه. روز بتقدم له السجل، ولما بيبداوا يتبادلوا فولمر بينقض عليه وبيبداوا يتخانقوا على المسدس. اثناء المعركه رصاصه بتضرب بالغلط وبتصيب روز. ماجنس وفولمر بيجروا عليها وده بيدي بريمنر فرصه
فرصة انه يخطف السجل ويهرب. كايل بيجري يدور على مساعدة لكن الوقت كان فات ودم روز بينزف وهي بين ايدين فولمر. لكن المفاجأة الرصاصة بتبتدي تختفي لوحدها والجرح بيقفل لما روز بتشوف صورة القلب للسلف. لما صحيت فولمر ادرك انها اتعدت بالجراثيم. بعدها بلحظات بريمنر بيتصل بدارين وبيقول له انه معاه السجل، ودارين على طول بيبعت رسالة للمجلس يبلغهم ان مشروع سيرين 2 ممكن يتنفذ قريب. روز بتنتقل لمركز ميد باي وبتشرح لفولمر انها اخيرا فهمت كل حاجة. السلف ما كانش هو السبب في الانقراضات الجماعية، بالعكس هو اللي كان بيساعد الحياة ترجع بعد اي كارثة، ولو الشركة دمرت القلب الحياة كلها هتنتهي. في نفس الوقت كانت بتدي ايما فلاشة ولما بيفتحوها بيلاقوا فيديو لمورجان بتعترف فيه بكل حاجة الشركة كانت بتعملها. الفيديو بينتشر في كل مكان ودارين بيجيله مكالمة رعب من المجلس. الصحفيين بيبدأوا يطاردوه وبيوصلوا تهديد من مجلس الإدارة ان الصفقة هتتلغي لو ما حلش الأزمة. في منصة الحفر ماجنس بيدور على بريمنر بس مش لاقيه، فبيرجع لفريقه وبيتفرج على الأخبار معاهم. في اللحظة دي بتوصل طيارة هليكوبتر وبيخرج منها هوتون ومورجان. مورجان بتعترف انها منعت نداء الاستغاثة من المنصة الأولى لكنها ما كانتش تعرف وقتها مخطط كوتش الحقيقي، ودلوقتي بتندم انها ساعدته. مورجان خطتها كانت تكسب حقوق القطب الشمالي وتوقف الشركة من انها تستغله. بتحكي عن دارين واعضاء المجلس وبتوضح لهم انهم كانوا اعلنوا عن السلف من الاول. الشركة كانت هتصور لهم انهم اعداء البشرية. المجلس معاه طيارة دروم محملة بسموم يقدر يطلقها من اي مكان. لو بريمنر سلم لهم موقع القلب يبقى مفيش امل. الحوار بيقطع فجأة بظهور دارين في الاخبار وهو بيرمي كل اللوم على مورجان وبيقول ان مجلس الادارة ما كانش يعرف حاجة. روز بتوصل لاستنتاج واحد، لازم يروحوا للقلب ويظهروه للعامة عشان يكسبوا تعاطفهم. لو الخطة نجحت الناس هتطالب بحماية السلف وايقاف الشركة. الفريق بيجتمع يناقش الخطوة الجاية. كايل فاكر موقع القلب لكن لما بريمنر قطع الكهرباء نظام الملاحة اتدمر فبقت المنصة مش قادرة توصل له. بس روز بتفكرهم ان المركبة الجوالة ممكن تكون الحل، فكايل وهوتون بيبدأوا يصلحوها واسكو بيحاول يعيد برمجة الإشارة عشان تبقى وسيلة دفاع في الوقت اللي الطاقم كله شغال بجهد. فولمر بيقول لروز انه معاها في اي حاجة هتحصل. اخيرا المركبة الجوالة بتجهز وبتنزل روز وفولمر وبيسوقوها ببطء شديد وسط الضلمة. في نفس الوقت ماجنس قلقان من بريمنر وبيفكر اذا كان مستنيهم يوصلوا للقلب عشان يطلق السم، فبيقرر يدور عليه تاني في مكان تاني. بريمنر بيجهز السم وبيتابع الخريطة من السجل. بعدها بيبعت رسالة لدارين عشان يقدر يتابعها. بعد شوية كايل وهاريش بيكتشفوا حاجة غريبة على الرادار لكن اشارتها مش شبه الهجمات اللي حصلت قبل كده. مورجان بيفهم انها الطيار الدرون اللي بريمنر بعتها وبتحذر روز اللي المركبة الجوالة بتضطر تزود السرعة حتى لو استهلكت طاقة اكتر. الطيارة بدون طيار بتفضل وراهم وروز بتفهم ان الاشارة بتحميها هي كمان فبتطفيها. بريمنر بيضيع اثر القلب لكنه مصمم يكمل خطته فبيخلي الطيارة تطلق السم باي شكل. في اللحظة دي ماجنس بيوصل له وقبل ما بريمنر يمد ايده على مسدسه ماجنس بيضربه في كتفه عشان يوقعه. بعدها بيشوف الكمبيوتر وبيكتشف ان السم طلق فعلا خلاص. دارين بيشوف نفس الحاجة وبيقرر يقطع صفقته مع المجلس. تحت المية فولمر وروز بيسمعوا صوت السلف وهو بيتألم فبيوقفوا المركبة الجوالة بعد ما ماجنس بيبلغهم باللي حصل. مورجان بيتصل بيهم وبيقول لهم الاخبار الوحشة وبيطلب منهم يرجعوا لكن روز بترفض تستسلم رغم ان المركبة فاضل فيها 50% بس من الطاقة وده معناه انهم مش هيعرفوا يرجعوا، لكنها بتقول انهم لو ما ساعدوش السلف البشرية كلها هتموت في كل الاحوال. فولمر بيطفي الراديو وبيوافق يساعدها. في منصة الحفر ماجنس بيطلب من فريقه يوقفوا كل الانظمة اللي مش ضرورية عشان يوجهوا الطاقة ليهم. الثنائي بيعيد تشغيل المركبة الجوالة وبيكملوا التحرك لحد ما بيوصلوا لحتة معينة تحت المية. فولمر بيفتكر ان كده خلاص انتهى كل شيء لكن روز بتلاحظ جذور غريبة في قاع البحر فبتقرر تنزل بنفسها تشوف. لما قربت بتلقط صخرة لكنها بتتفتفت على طول فبتمد ايديها ولمست الجذور وبتحاول تذكر السلف انه لو قدر يشفيها فهو يقدر يشفي نفسه برضه. فجأة الجذور بتبتدي تتوهج من تاني وبيظهر القلب واقف في نص الحتة دي ضخم جدا وجذوره منتشرة في كل اتجاه. فجأة الدنيا بتضلم وفولمر بيفكر روز ان طاقة المركبة هتخلص لكنها بتصر ان لسه في امل. السلف بيبتدي يعالج نفسه من السم وبيبدأ نوره يبقى اقوى من اي وقت قبل كده. الضوء بيوصل للسطح المتجمد وفجأة المحيطات كلها بتبتدي تتوهج بنفس الطريقة. القنوات الإخبارية بتنقل المشهد ده وأخيرا العالم كله بيشوف الحقيقة. خلال ساعات دارين بيتلقى سيل من الإشعارات، الحكومة هتحقق مع الشركة، أسعار النفط بتنهار، أسهم الطاقة في القطب الشمالي بتتلغي. بعد كده بيجيله مكالمة من رئيسه وبيبان عليه الرعب. في الوقت ده روز بترجع المركبة الجوالة وبتستعد للنهاية مع فولمر لأن البطارية خلاص ما فاضلش فيها غير 1% بس. بعد انقطاع التيار بيقضوا اللحظات الأخيرة مع بعض. فجأة نور قوي بيظهر جنبهم وبيكتشفوا إن ماجنس قادر يحرك المنصة باستخدام الطاقة اللي أعاد توجيهها عشان ينقذهم. الصبح مورجان بيقول للفريق إن القصة لسه ما خلصتش لأن الناس اللي بيسيطروا على الشركة أكيد مش هيعدوا الموضوع مرور الكرام، لكن الطاقم كله كان جاهز يواجه أي حاجة هتحصل بعد كده. بنشوف في السماء قمر صناعي وكان واضح إن هو بيراقبهم قوي.